دحلاب دحلاب كده وباندا ما يتقالهاش لا، واللي مالهمش في الكوره بيشجعوا مصر واحنا معاهم. الافيهات والكلام ده اللي كلنا حافظينه من الاعلانات. ايوه زي ما بقول لك كده من الاعلانات، بس مش اي اعلانات، دي اعلانات وراها مخرج كبير وهو المخرج علي علي، واللي كانت بدايته سنه 2003 بس كان مساعد مخرج وكاتب، وده كان مع وكالات اعلاميه كبيره. وتيجي بقى سنه 2009 عشان يقرر يكتفي بمساعده المخرج ويبقى هو المخرج نفسه، وفعلا اسس الشركه الخاصه بيه وقرر يخوض التجربه. طب تفتكر بقى ايه سبب نجاح علي علي وتميزه عن باقي مخرجين الاعلانات؟ الحقيقه واللي اكد عليه علي علي هو انه بيهتم بكل تفصيله في الاعلان، وانه بيكون شايف انه الاعلان ده مش مجرد مشهد فيديو ما يتعداش الدقيقه، ده زي الفيلم بالظبط، ليه سيناريو وليه اخراج وفريق عمل كبير. وكمان اعتماده في الاعلان ده مش بيبقى مجرد الترويج للمنتج، لا لا لا، ده لازم يكون ليه رؤيه فنيه وفكره. وعشان كده حمله اللي ما بيفهموش في الكوره وبيشجعوا مصر واحنا معاهم لحد دلوقتي لسه مكمله. واعلان باندا ما يتقالهاش لا، واللي اترجم للغات تانية على اليوتيوب، والفيديو وصل ل 33 مليون مشاهده. مش بس كده، ده علي علي كان سبب في ظهور وجوه جديده من الموهوبين، لكن قله الفرصه منعت ظهورهم وما خدوش حقهم، زي مثلا اسامه عبد الله اللي كان في اعلان كرانش بتاع دحلاب دحلاب. كمان اسلام حسام واللي شارك في نفس الاعلان، واللي اكيد اتفرجت على فيديو من فيديوهاته الساخره. اعتماد علي علي على طريقه اعتبار ان اعلان انه فيلم كانت السبب الاكبر في نجاحه، وان معظم اعلاناته لسه عايشه لحد دلوقتي مع الناس. احب افاجئك بقى واقول لك انه علي علي بيختار ممثلينه بتوع الاعلانات من ناس عاديه في الشارع، بيديهم رقمه ويكلموه لمجرد انه بيشوف فيهم حاجه محدش شافها غيره. عندك مثلا عبد الرؤوف احمد والمشهور باسم اوفا، واللي بيشارك دايما بدور الابن الغلبان في الاعلانات اللي محدش بيعمل له حساب. فتخيل بقى اختاروا علي علي ازاي، هو بس لقى شخص باين على وشه وسمات الهدوء وما بيتكلمش مع ناس كتير، فاخد رقمه. وفجأة عبد الرؤوف لقى نفسه بيقدم اعلان بنك من اشهر البنوك في مصر، حتى الاعلان المعروف بتاع محدش بيعمل لك حساب، ونفس الاعلان بتاع محدش بيعمل لك حساب. لو تفتكر كده شخصية الاب في الاعلان، تعرف ان الشخص ده اصلا شخص عادي جدا، وكان عنده شركة استيراد وتصدير، يعني ملوش في اي حاجة ولا يعرف عن الاعلانات من قريب او من بعيد. وكان اول وقوف ليه كان قدام الكاميرا في الاعلان ده، وبالرغم من كده انه المخرج علي علي كان اكبر داعم ليه في لوكيشن التصوير، وطمنه من قلق الكاميرات والتصوير. ده كمان بعد التصوير شجعه انه يكمل في مجال التمثيل، وقال له انه شايف فيه فنان محترف ورشحه لاعلانات تانية. تعرف كمان ان كليب ما يستاهلوش من اخراج علي علي؟ الحقيقه انه علي علي من الناس اللي فعلا بتشتغل باحترافيه عشان النتيجه تطلع بالشكل اللي احنا بسببه لسه فاكرين الاعلانات دي لحد دلوقتي، ولسه في ناس كتيره اسمائهم مجهوله لينا برغم نجاحهم واعمالهم العالميه.